بالنسبة لنادي العلوم والابتكار، في الحقيقة أولادنا في نادي العلوم عاملين شغل هايل جدا. من أهم الشغل اللي عاملينه إن هم عاملين براءة اختراع لجهاز يقدر يبين إذا كان أي جهاز موبايل بيستخدم في قاعة الامتحانات ولا لأ على طول. فلأن في بعض الناس التي تغرد خارج السلب وتحاول خارج السرب وتحاول تغش أو كده ويشغل موبايل بأي طريقة خفية، لا دلوقتي بيقدر الجهاز ده يحدد ان في جهاز في القاعه ويمكن الوصول اليه. وعلى فكره استخدام الجهاز ده ممكن يفيد كتير جدا في محاربه الغش والتسريب. عندنا برضو ابتكارات كتير جدا الولاد مقدمينها. يعني في احد الطلبه عامل محرك لتحريك السفن والبواخر بيمشي بالطاقه الشمسيه. انا مي وهبه عبد الرحمن، طالبه في كليه العلوم الفرقه الرابعه قسم كيمياء مايكروبيولوجي. أنا هنا النهارده مشاركة مع لجنة العلوم والتكنولوجيا في جزء الصناعات الصغيرة. في المشروعات الصناعات الصغيرة بنشتغل على بإننا نعمل حاجات بالخرز أو بالكيميكال زي الصابون والشامبوهات والبلسم والحاجات زي دي. الفكرة في بإن الحاجات دي لما بتكون معمولة في البيت أو معمولة بإننا بنعملها إحنا بإيدينا نبقى ضامنين بإنها ما بتبقاش فيها كيميكالز مضرة أو حاجة. غير كده بإني لما بكون مثلا بعمل حاجة زي مشروعات بالخرز أو بالجلد بكون عاملاها أنا مختارة الشكل، مختارة الكمية اللي أنا عايزاها بتطلع بيني، ببقى الشغل اللي انا عاملاه انا اللي عاملاه بايدي. أنا دنيا عبد الرحيم من كلية العلوم الفرقة الرابعة جامعة القاهرة. النهاردة مشاركين في النشاط العلمي والتكنولوجي بالأجهزة بتاعتنا، الأجهزة الإلكترونية. طبعا احنا كنا واخدين كذا جهاز معانا، وفي جهاز اخدنا بيه المركز الاول، وده جهاز عباره عن بيعمل رسم قلب في المستشفيات. احنا الجهاز بتاعنا الافكار بتاعتنا بتعتمد على الحاجه اللي محتاجها المجتمع، وفي نفس الوقت ان احنا نوفر حد يقدر يستخدمها، تقدر تنزل لهم ويقدروا يستخدموها، وكمان تكون سعرها بسيط وصغيره وسهله الحمل. احنا عملنا جهاز، صممنا جهاز هو جهاز رسم القلب مقارن بجهاز الموجود في المستشفيات، ادانا نتائج قريبه جدا، وكمان فرق في التكلفه وفرق كل حاجه. كمان تقديم بالنسبه لي انا عايزه اعرف المكان ده ارسم له خريطه. استخدمنا جهاز لتفادي الصدمات. الجهاز ده بيعتمد ان هو بيدخل المكان، اول ما بيقابل حيطه او اي عائق بيبتدي يحدد لي العائق دوت ويرسم لي خريطه للمكان ده، فبالتالي اقدر اي مكان مجهول بالنسبه لي ادخل الجهاز فيه واقدر ارسم له ببساطه جدا. ده جهاز رسم القلب اللي كلمتكم عنه. طبعا بيتميز ان هو صغير جدا بالجهاز الموجود في المستشفيات وسهل حمله في اي مكان لتحديد اشارات الموبايل لو حد استخدم برضو انترنت. ده جهاز تفادي الصدمات، بيعتمد على ان هو بيحدد لي اي عائق بيقابله سواء حيطه او سواء اي حاجه، ويبعت لي اشاره للكمبيوتر عندي فاقدر ارسم خريطه للمكان المجهول بالنسبه لي. آيات محمود، طالبة في الفرقة الرابعة كلية العلوم قسم الفيزياء الحيوية. النهاردة احنا مشاركين في النشاط العلمي التابع لرعاية الشباب جامعة القاهرة في نادي العلوم والتكنولوجيا. النهاردة احنا مقدمين 3 أجهزة. أول جهاز هو التحكم في أجهزة المنزل عن طريق البلوتوث. تاني جهاز هو الإعلان الضوئي الدوار، وتالت جهاز هو الشاحن عن طريق الطاقة الحركية. اول جهاز هو التحكم في اجهزه المنزل عن طريق البلوتوث، ودوت عن طريق ان احنا بنعمل ربط اجهزه المنزل كلها بشريحه بلوتوث، وبنربطه ببلوتوث الموبايل عن طريق ابلكيشن، وبكده نقدر نتحكم في اجهزه المنزل كلها، وكمان نقدر نتحكم في السرعه والوقت بتاعت الاجهزه. تاني جهاز هو الاعلان الضوئي الدوار، ودوت بنستخدمه في الاعلانات، وهو حاجه جديده وابتكار جديد. تالت جهاز هو الشاحن، وده بنستخدم فيه الطاقه الحركيه. بدل ما استخدم الكهرباء في شاحن الموبايل ممكن استغل الطاقه الحركيه زي استخدام العجله من ان انا اشحن الموبايل بيها. ده جهاز شاحن الموبايل عن طريق الطاقه الحركيه. هو ان احنا بنستخدم هنا الطاقه الحركيه في توليد مجال كهربي اقدر اشحن بيه الموبايل. ده جهاز الاعلان الضوئي الدوار، وده بستخدمه في الاعلانات، وهو ابتكار جديد وفكره جديده عن الاعلان عن غير يعني عن التقليديه اللي احنا عارفينها. انا احمد ناصر عبد الستار، طالب بكليه حقوق جامعه القاهره، حاليا مشترك في مهرجان استقبال الطلبه. انا الحمد لله عندي 30 فكره، مسجل منهم 7 طلبات براءه اختراع باكاديميه البحث العلمي. حاليا
بدات ان انا مشارك حاليا بجهاز معديه النار الحديثه. بدات ان انا احط سنسور برضك بحيث حساس تحت المركب بحيث اللي هو يجيب لي طاقه. بعد كده بيجيب لي طاقه بخزنها على هيئه بطاريات. باخد من البطاريه عندي حاجتين، ان انا اما ادخل الطاقه دي واجيب موتور كهرباء واشغل مركب، ولكن دي مشكله لان دراع المركب مش هيقاوم معاه عشان الضغط بتاع الميه. فلجأت ان انا اطلع اخد من الميه صندوق تحت المركب بيدخل بيحلل بيطلع لي اكسجين وهيدروجين. باخد من الهيدروجين. مشكله الهيدروجين وهي يحدث بفرقعه. بقدر بفكرتي الحمد لله قدرت ان انا اشيل فلاعه الهيدروجين، بعمل له فلتره بحيث اللي هو يدخل غرفه الحرق بالموتور. بغير البسم والشنابل والصوانه بحيث اللي هو يقاوم الغاز وهو داخل. وبكده بقدر ان انا بخلي المركب او الاتوبيس النهري في مصر يمشي بالطاقه الشمسيه وبالميه. إيمان سليم، احنا مسؤولي مركز إحياء الفنون التراثية بجامعة القاهرة. المركز بتاعنا تم إنشاؤه سنة 1996، والفكرة بتاعتنا إن احنا بنحاول نحيي تراثنا القديم اللي هو بدأ دلوقتي إن هو يندثر. التراث بتاعنا دوت طبعا أنا عشان خريجة آثار عارفة قيمة التراث دوت، وللأسف دلوقتي عدد المدربين المسؤولين عن الحرف بدأ إن هو يقل جدا. فاحنا عملنا في الجامعه هنا المركز بتاعنا من سنه 96 عشان نبدا في احياء تراثنا من اول وجديد تاني. ان انا بحاول ارجع التراث عن طريق ان انا بدخل كمان في الصناعات، وان انا بحل مشكله البطاله، لان دلوقتي طالب الجامعه لما بيتخرج مفيش شغل، لان مشكله البطاله بقت كبيره قوي عندنا. فعن طريق دوت اللي انا الطالب بيجي يتعلم عندي، بيبقى في مدربين بيعلموه الحرفه اللي هو بيختارها. بعد كده الطالب بعمل له دراسه جدول، بيطلع يعمل المشروع دوت كحاجه او هدف لحل مشكله البطاله. احمد محمد جوده، الفرقه الثالثه كليه دار العلوم جامعه القاهره. دوت مركز التراث شاركت فيه حرف كلها. احنا بنحيي الحرف التقليديه، الحاجات ما بقتش موجوده اساسا دلوقتي، وبنحاول ان نرجع التراث القديم. بشتغل على مكنه الخرط، بنعمل شغل ارابيسك وكده، وبعد كده بنطلعه بندهنه فلوتو. وفي حاجات بندهن فلوتو على طول، وفي حاجات بندهنها بوهيه وبعد كده ندهن فلوتو بعدها. بشتغل برضه على الاركيت، بنعمل مجسمات وبنعمل شغل اركيت، في نحاس وفي خشب، كل حاجه في الاركيت. انا النهارده شاركت في مركز التراث تابع للنشاط الثقافي بجامعه القاهره، عشان نظهر الشغل بتاعنا ونظهر التراث القديم ونحقق حاجه كويسه يعني، ونقضي على البطاله نوعا ما، لان الشغل دوت بيتعمل بيتباع باسعار كويسه